هاي انا وصال وفي حلقة النهارده هقولك حاجات اوعي تعمليها لو انت بنت علشان بتدمر شخصيتك. اول حاجة انك تكوني غبية او انك تبقي واخدة الغباء كاتيتيود عشان تباني كيوت. في فرق بين انك مش فاهمة ما عندكيش خبرة فبتتوتري لما بتيجي تعملي الحاجة، وده مش عيب، كلنا كده. وبين انك واخدة الغباء كاتيتيود في حياتك علشان الناس تقول عنك كيوت. اولا الغباء مش حاجة اتراكتيف خالص، ثانيا انت كده بيك مي، ثالثا الناس هتتعصب منك، رابعا هتقللي من نفسك جامد قوي، لانه مفيش حد هيطلب ياخد رأي واحدة غبية سواء صحابك او شريك حياتك. ثانيا مفيش حد اصلا هيشوفك كبوتنشال بارتنر، يعني مفيش واحد ناجح عايز يستقر ويكون حياة هيروح لواحدة غبية او هي شايفة ان الغباء ده حاجة كيوت. اولا دي حاجة بتقلل منك جدا وبتنزل من مستواكي قوي قوي. المفروض تكوني بتجتهدي، بتحاولي تفهمي. مش حاجة كويسة خالص انك يبقى فهمك بطيء ولا استيعابك قليل، دي حاجة بتضايق وبتعصب الناس بالذات لو هي مقصودة. حاولي على قد ما تقدري تلغي فكرة ان الغباء حاجة كيوت، تمثلي في حياتك انك مش فاهمة وانك مش عارفة بتعرفيش تعملي اي حاجة، كل حاجة صعبة بالنسبة لك، وعشان I'm just a girl والحاجات دي. لا، في فرق بين انك كيوت وبيور ورقيقة وبتتعاملي بحسن نية وما عندكيش خبرة في الحياة، وفرق بين انك غبية او بتاخدي الغباء كاتيتيود. فيا ريت الامر ما يختلطش عليكي، واعرفي المفروض البنت تكون ازاي قدام الناس. غير كده هو هيضرك في حياتك كتير قوي، لانه انت عشان ترجعي صورتك الطبيعيه قدام الناس هتاخدي وقت كبير قوي، لان خلاص الناس خدت عنك فكره ان انت بتفهميش حاجه، ما بتعرفيش تعملي حاجه في حياتك. فمحدش هيرجع لك زي ما قلت لك، محدش هياخد رايك، محدش هيشوفك ناجحه في حياتك، محدش هياخد اصلا احلامك وطموحاتك على محمل الجد، لان انت اوريدي مخك اصلا ما فيهوش حاجه، يعني ما بتفهميش حاجه، فاهمه؟ وانا برضو هنا بقول في فرق بين انك مش عارفه الحاجه فبتتعلمي، وبين انك اصلا عايزه تبقي كده واخده الغباء كاتيتيود. فاوعي اوعي تكوني غبيه. الحاجة التانية، اوعي تقللي من ثقتك في نفسك او من الجلو والسباركل بتاعك قدام حد عشان تحس انك مقبولة. بمعنى ايه؟ كل بنت فينا بيبقى عندها سباركل او جلو، والكلام ده انا بقوله في حلقات كتيرة قوي. في ساعات بتخشي في وسط بيئة او في وسط ناس بيحسوا ان انتي اعلى منهم بكتير، فبيبداوا يبصولك نظرات حقد، نظرات كره، نظرات غيرة، ممكن ساعات تترجم لافعال وحد يأذيكي او حد يحطك في مشكلة انت في غنى عنها. واصلا النية بتبقى ورا ده ان هم غيرانين منك، خايفين من الجلو او النور بتاعك غطي عليهم. ودي حاجة منتشرة وبتحصل كتير قوي، وحصلت معايا وحصلت مع ناس صحابي، وبتحصل وهتحصل. فلو انتي عندك جلو او سباركل، دخلتي في وسط بيئة عايزة تقلل منك او خايفة من ثقتك في نفسك او حاسة ان انتي اعلى منهم، الناس دول مش بيحبوكي. وكونك تقللي من نفسك علشان تحسي وسطهم انك مقبولة او محبوبة، ده مش هيزودك اي حاجة، بالعكس ده هيبعدك عن شخصيتك الحقيقية. ودي اخطر حاجة ممكن تحصل لاي بنت في حياتها، ان حد يسرق منها شخصيتها او حد يسرق منها الجلو او السباركل بتاعها. انت لما هتخش في مكان والناس اللي فيه انت حاسة انه انت اعلى منهم او واثقة من نفسك زيادة او تو ماتش على المكان ده، فحاولي تسيبيه وتمشي. ما تحاوليش تقللي من نفسك او تقللي من السباركل بتاعك علشان ترضيهم، عشان تحسي في وسطهم ان انت مقبولة، او تنزلي لمستواهم عشان هم يحسوا ان هم مرتاحين، مفيش منافس، مفيش حد جاي ياخد الاضواء مننا. اوعي تعملي كده عشان تحسي وسطهم انك مقبوله او محبوبه، لان كده او كده علاقتك بيهم هتنتهي. في اي زمن من الازمنه علاقتك بيهم هتنتهي. يا اما انت هتفضلي تنزلي من نفسك تنزلي من نفسك لحد ما تبقي تحت الارض، وهم اللي هيبداوا بقى يحسوا ان هم احسن منك، لان هم كده وصلوا اللي هم عايزينه، الحاجه اللي كانوا خايفين منها ما حصلتش، فانت هتخسري نفسك. انا زي ما قلت اوحش حاجه ممكن تحصل للبنت ان هي تخسر شخصيتها، تخسر الحاجه اللي بتميزها، ودي حاجه فينا كلنا بنتولد بيها، بس بتتاثر بالظروف اللي حوالينا. ممكن انت يبقى ليكي موهبه او جلو او حضور عالي قوي في المكان، فبتسرقي الاضواء من الناس. دي حاجه ممكن بنات كتيره قوي ما تتصالحش معاها. في بنت بتبقى متقبله ان مثلا الجمال مستويات، او انا ممكن اكون ناجحه في حاجه وهي ناجحه في حاجه. في بنات تانية مستحيل، هيحاولوا يدامي يور لايت او يطفوا النور بتاعك عن طريق كلام، عن طريق تنمر، طريق اذى، حاجات كتيره قوي قوي النفوس المريضه بتعملها. انا بقول كده علشان انتي تختاري نفسك وتحطي نفسك في المكان الصح اللي شبهك اللي يليق بيك. مش بقول ان انتي 100% في حياتك هتقابلي كده او هيبقى ليكي اعداء في كل مكان. ممكن يبقى ليكي لو انتي حضورك قوي، شخصيتك قوية، وعندك حاجة مميزة بتتشافي بيها، ممكن، بس مش دايما هيحصل لو انتي حطيتي نفسك في المكان الصح.
فاوعي اوعي ابدا تحسي ان اختيارك لنفسك او انك تكوني لوحدك في سبيل سعادتك وراحتك النفسيه وانك تكوني احسن وما تبعديش عن شخصيتك او الجلو والسباركل بتاعك. كل الكلام اللي انا بفضل اقوله ده هيضرك، حتى لو هتكوني لوحدك، حتى لو هتعاني مع نفسك، مش هتبقى زي معاناتك بعدين لما تبقي محطوطه في المكان الغلط. الحاجه الثالثه والاخيره انه انتي ما تخبطيش على الابواب اللي بتتقفل في وشك كذا مره. مش عارفه اقولها باي صيغه تانية، حاولت الاقي لها مسمى بس ما لقيتش اكتر من كده. انا قريت عن حاجة بتقول ان ربنا خلى صفاته في الدنيا موجودة علشان نعرفه. معنى ايه؟ يعني ربنا اسمه الكريم، ربنا اسمه الرحيم، ربنا اسمه الغفور. في مسميات كتيرة قوي لربنا انتي بتشوفيها في الدنيا علشان تفهمي يعني ايه الكريم، عشان تفهمي يعني ايه الغفور، عشان تفهمي يعني ايه الرحيم. بمعنى ايه؟ يعني انتي ممكن تشوفي شخص كريم قوي قوي في الدنيا بيتعامل بكرم، فانتي تفهمي يعني ايه كلمة كريم. تشوفي ناس بترحم الحيوانات وبترحم الناس الضعيفة وبتساعد المحتاجين والحاجات دي كلها، فتفهمي يعني ايه انسان رحيم. تشوفي ناس بتعمل كده من غير مقابل، ناس اول ما بتشوف حاجة وحشة بتتدخل، بتنقذ اللي قدامها، فتفهمي كل معاني الرحمة في الدنيا فتبداي تقلديها، فبتفهمي يعني ايه ربنا رحيم، ربنا كريم، ربنا غفور. الملخص بقى من ده كله انه انتي المفروض تخبطي على الباب اللي بيديكي الصفات اللي ربنا متميز بيها. يعني انا عندي في حياتي 3 مسارات: علاقاتي وشغلي وشريك حياتي. 3 حاجات دول هما اللي حياتي بتبقى متوقفة عليهم. انا اخترتهم صح حياتي كلها هتبقى حلوة. عادي ممكن اختار غلط، ممكن اقع واقوم اقع واقوم، بس ما اكررش غلطاتي، ما افضلش اكرر فيها وارجع اقول انا ليه بيحصل معايا كده، ويأس من رحمة ربنا، واحس ان مفيش امل، مفيش حد ليه بيساعدني. كلام كتير قوي. انا زي ما قلت لك، انت عشان تشوفي الحاجات دي في الدنيا لازم تخبطي على الباب الصح. مفيش مشكله انك خبطتي على الباب الغلط مره او مرتين. بمعنى ما اروحش اتجوز واحد مريض نفسي مجنون بيقلل ثقتي في نفسي، مش مسؤول، حاجات بقى كتير قوي، صفات وحشه، مش ناجح، مش عايز يساعد نفسه، بيعمل اي حاجه وحشه في الدنيا واتوقع انه يحصل بلوت تويست. مفيش بلوت تويست بيحصل. مفيش حاجه اسمها هيصحى من النوم فجاه يحس بقيمتي ويتغير ويعرف قد ايه انا كنت حاجه كبيره في حياته فيبدا بقى يعيشني الحلم اللي نفسي اعيشه. مفيش حاجه اسمها بلوت تويست. وزي ما قلت لك قيسي ده على ال3 مسارات في حياتك: علاقاتك وشريك حياتك وشغلك. لما هتروحي عند شخص كريم بيخاف ربنا عنده رحمه عارف يعني ايه قوامه، كذلك الشغل لما تروحي بيئه صحيه ناس بتقدر البني ادم، بيفهموا يعني ايه انسان، بيقدروا تعبه، بيكافئوكي على تعبك، صحابك بيدعموكي، كل ده هيديكي consequences. يعني الباب اللي كله كرم من البداية هيفضل يديكي كرم وخير وسعادة طول الوقت. والباب اللي من أوله كده وحش او من اوله شخص مش كويس، بيئه سامه، مرض نفسي، طاقه سلبيه، كل ده هيفضل الكونسيكونسز بتاعتك من نفس الباب اللي انت خبطتي عليه. ما ينفعش افضل ماشيه في نفس الطريقه واخبط على نفس الباب اكتر من مره عشان ما افقدش الامل وما افقدش الثقه في ربنا او ايأس من رحمته. وبس كده، دي كانت حلقه النهارده. استنوني الحلقه الجايه، هتكلم معاكم عن موضوع حلو قوي ان شاء الله هيعجبكم. وانا كده خلصت. باي.